عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم حسام في الكرة مع حس. تحياتي لكم. في البداية حابب أنقل شكري لكل الداعمين لقناة الكرة مع حس ولكل المشتركين الجداد على وجه الخصوص. يعني إحنا بنشتغل علشان خدمة حضراتكم وننقل الصورة كاملة لجماهير نادي الزمالك وجماهير الكرة بالكامل. وفي النهاية يا رب ننول اعجابكم. ما تنسوش يا جماعة، مهم جدا جدا لايك وشير للفيديوهات واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكم كل ما هو جديد. واخش معاكم كده على طول على عنوان الحلقة: الزمالك هيلعب ولا لأ؟ ميدو فتح على الرابع 3 صفقات طلق حي لنادي الزمالك، 300 مليون جنيه ايرادات جديدة لنادي الزمالك. يلا بينا على التفاصيل، يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. مرة تانية بعود مع حضراتكم. في الحقيقة يا جماعة يعني شفنا كلنا او اللي تابع حلقة ميدو كانت مميزة، بيرد فيها على رسالة مهمة جدا. بيقول انا برد على اللي بيقول اصل انا جامد. طب انت جامد على مين؟ يعني هل انت جامد والفرق اللي قصادك قوية؟ هل نادي الزمالك ما تمش حل مجلسه اكتر من مرة وتم ايقافه اكتر من مرة؟ هل نادي الزمالك لم تحاج ضد المؤامرات كثيرا وكثيرا؟ هل الدوري المصري بيقام في جو من العدالة والشفافية والنزاهة؟ أسئلة كتيرة جدا وجهها صواريخ ملغمة من أحمد حسام ميدو. وده في الحقيقة يعني بيعبر عن لسان حال الجميع وبيعبر عن لسان حال الزملكاوية. في الحقيقة يا جماعة نادي الزمالك أخيرا، وأخش معاكم سريعا على أخبار متنوعة وأخبار كتيرة جدا عن نادينا الملك الحبيب نادي الزمالك. نادي الزمالك اخيرا دفع 3 شهور لمستر جوزيه جوميز من اجمالي متاخرات 5 شهور. كان 3 شهور نتيجه مكافاه الكونفدراليه وشهرين متاخرات عقبال الشهرين التانيين. وكان مهم جدا جدا لان الراجل كان زعلان جدا طبعا. يعني يقول لك انا يعني ده اكل عيشي وما باخدش، يعني ازاي ما اخدش مستحقاتي المتاخره طول الشهور اللي فاتت؟ ايضا السؤال يا جماعة اللي يعني بيلح على جمهور نادي الزمالك بالكامل ويمكن كمان جماهير الكرة المصرية كلها بتسأل: هل نادي الزمالك هيلعب ماتش سيراميكا اللي جاي؟ هل نادي الزمالك سيظل صامدا وهيقول لا انا مصمم على تحقيق مطالبي وزي ما لعبتش ماتش الاهلي مش هلعب ماتش سيراميكا؟ الحقيقة يعني أنا أعتقد إن نادي الزمالك هيلعب بنسبة كبيرة جدا جدا. وترقبوا اليوم الخميس مساء إن هيبقى فيه اجتماع لمجلس إدارة نادي الزمالك وهيطلعوا يعلنوا عن طريق المتحدث الرسمي لعبهم لمباراة سيراميكا من عدمه. ولكن أعتقد إن نادي الزمالك يعني هيبقى مواجه، يعني حتى لو قلنا ان محدش هيقدر ينزل نادي الزمالك لاي درجة تانية او تالتة او رابعة زي ما اتقال قبل كده من الاستاذ ثروت سويلم. ولكن انت لو اتغلبت ماتش سيراميكا وكمان اتخصم منك 6 نقاط هتبقى دخلت في نزيف كبير جدا من النقاط. هتبقى كأنك خسرت 4 مباريات متتالية. ليه؟ لان انت خسرت 6 نقاط في ماتش الاهلي، منهم 3 نقاط المباراة ومنهم 3 نقاط عقوبة. كمان هيبقى ماتش سيراميكا نفس الحال. طب انت كده هتلاقي بقى الفرق اللي طالعة من تحت سواء فاركو ولا البلدية او غيرها سبقوك وهتقبع في اخر الدوري. فهتنزل بقى الدرجة التانية نتيجة يا اخي لخسارة النقاط الرهيبة دي. اعتقد هيبقى قرار خطير جدا ولازم نادي الزمالك يبقى مذاكر تبعاته كويس جدا جدا وحاسب كل حساباته صح عشان ما يتخذش اي قرار انفعالي. دي جزئية. طبعا يا جماعة يعني نادي الزمالك
انا شايف حتى الان ان مطالبه لم تحقق، يعني ما شفناش استقالة للاستاذ عامر حسين او بريرة. دي كانت طلبات ضمنية لنادي الزمالك، يعني على الاقل كان بيطالب نادي الزمالك اقالتهم حتى كارضاء لجماهير نادي الزمالك وجماهير الكرة في مصر. طيب ايه الوضع؟ هل نادي الزمالك يصعد في الفيفا؟ كل ده يا جماعة هيبان خلال الايام القليلة القادمة. اخش معاكم على نقطة تانية خطيرة جدا جدا. اللاعب ابراهيم نضاي قدم انذار عن طريق محاميه لنادي الزمالك لان له مستحقات متأخرة. تخيلوا يا جماعة كام؟ 800 الف دولار. ما خدش ولا دولار من اول ما جه مجلس حسين لبيب. طب انتوا كنتوا فين؟ يعني سايبينه طول ال9 شهور لغاية المبلغ ما يتضاعف لهذه الدرجة. طبعا ده بجانب بقى يعني سامسون اخيرا دفعوا جزء اللي هو ال 250 الف دولار عن طريق الكابتن حسين السيد عضو مجلس الاداره كسلفه لنادي الزمالك. ايضا في اللي هو سيف الدين الجزيري، حمزه المسلوسي، متيابه من اللاعبين الاجانب واكيد لاعبين مصريين. طيب ايه الحل؟ هل يرحل ابراهيم نضاي في 30/6 وهو ما خدش مستحقاته؟ انا لا اعتقد تماما. اعتقد ان الاخبار السليمه زي ما قلت لكم في فيديو الصبح ان نادي الزمالك هيتجه للتجديد على الاقل موسم كمان مع ابراهيم نضاي، وهيحاول يخفض هذه المبالغ كلها للنصف. مستر جوزيه جوميز معجب بلاعب اسمه حسن ابو المعاطي، مواليد 2005 ما شاء الله، يعني عنده 19 سنة، بيلعب باك شمال، وفي الغالب هيدفع بيه في المباريات القادمة نظرا لإصابة فتوح المطولة. المفاجأة يا جماعة من العيار الثقيل، الدوري القادم هيكون من 17 مباراة فقط لل 18 نادي، علشان نقدر بعد كده نبتدي الدوري اللي بعده بانتظام زي بقية مخاليق ربنا، زي كل أندية العالم. نادي الزمالك يا جماعة هيخش له نتيجة الإيجارات ل25 محل 65 مليون جنيه مصري خلال الأيام القليلة القادمة. أيضا من 1/7 هيلم فلوس العضويات اللي تتخطى 250 مليون جنيه مصري. يعني احنا حضراتكم بنتكلم في اكتر من 320 مليون جنيه مصري هتكون ايرادات نادي الزمالك خلال الفترة القادمة. في الحقيقة يا جماعة كمان من اخبار نادي الزمالك صفقة المطرقة ديمتري ياكوف الروسي في الطايرة رجال لنادي الزمالك. يعني يقال عليه لاعب عملاق مطرقة في الكرة الطائرة. نهني بقى فريق حرس الحدود لنتيجة صعوده من دورة الترقي بعد فوزه على سبورتنج. يشاء السميع العليم بعد اقحام نادي سبورتنج اللي بيلعب في الدرجة الثالثة علشان يبقى يعني ليه كده محلل ان هو يخش على الدوري الممتاز مباشرة. نادي سبورتنج ده يا جماعة اللي هو مشرف عليه الحاج عامر حسين، يشاء السميع العليم ان حرس الحدود يكسبوا 2-1، وكمان تحصل مشادات عنيفة جدا ما بين الفريقين وجماهيرهم لدرجة ان الاسعاف نزلت الملعب. ايضا يا جماعة من ضمن بقى الاخبار المهمة جدا في بطولة الدوري الممتاز وماذا سيحدث في موسم انتقالات اللعيبة من داخل الدوري. يعني عرفنا خلاص ان في الغالب هيبقى الموعد لاستخدام لعيبة او انتقالات لعيبة بصفة عامة 15/8. لكن هل حضرتك تقدر تمنع اي لاعب سواء مصري او اجنبي ان هو ما يمشيش اخر الشهر اللي احنا فيه؟ لان كل الانتقالات في الاندية كلها ابتدت خارج مصر. يعني اللاعب المصري ممكن يقول لك يا اخي طب سيبني احترف، انا عندي مثلا عقد خليجي. وطبعا اللاعب الاجنبي حضرتك برضو ما تقدرش تمنعه طالما انت ده اخر سنة ليه. لو قعدته لشهر 9 يبقى انت كده بتدمر مستقبله. طبعا في صدمة قوية وصفعة قوية للنادي الاهلي، زين الدين بالعيد يحترف في تركيا بعد ما طلع علينا السوشيال ميديا النادي الاهلي وقالوا لا ازاي
ده هو لاعب اهلاوي وهيفضل نادي القرن؟ مفيش يا جماعه، كل ده في الهجايس. الكابتن بقى ايمن يونس كمان طلع علينا بتويته ظريفه جدا، قال: زهقنا من برامج الردح ما بين الاهلاويه والزملكاويه، برامج متأجرة، يعني زهقتونا وقرفتونا. مجلة النادي الاهلي يا جماعة يعني في استفزاز واضح وصريح لمشاعر ملايين جماهير نادي الزمالك، واتكلمت على ماتش القمة اللي ما لعبوش نادي الزمالك. قالت: الهروب من الباب الكبير، الاهلي يهزم الزمالك بهدفين، الظروف القهرية. في الحقيقة يعني مش نافع اي حاجة، النادي الاهلي بيتحدى الجميع، وصحافة النادي الاهلي مستمرة لاستفزاز وتدمير نادي الزمالك. حتى طلع علينا الكابتن خالد الغندور في تويتة وبيقول فيها: هي دي الروح الرياضية، هي دي زيارة مجلس النادي الاهلي لنادي الزمالك. طلع علينا كمان صاحب الموهبة العبقرية الاخ شوبير، بيقول: الدوري سيكون من دور واحد الموسم المقبل، والعشرة الاوائل نتيجة جمع النقاط هيلعبوا يعني مباريات لوحدهم، 9 مباريات، والتمانية اللي بعدهم هيلعبوا برضو 7 مباريات لوحدهم. ال9 مباريات الاولانية ما بين العشرة الاوائل لتحديد اصحاب المراكز الاربعة للتأهل للبطولات الافريقية، بالنسبة لل7 مباريات ما بين ال8 فرق الاخرين لتحديد ال3 فرق الهابطين من الدوري الدرجة الاولى للدرجة التانية. في الحقيقة يا جماعة يعني مفيش اي مانع من اشتراك نادي الزمالك في الكونفدرالية، وذلك لانه لم تكن عليه ديون حتى 31 مارس، عشان بنشوف هبد كبير جدا. الناس مش فاهمة اي حاجة وعمالة تطلع اشاعات عن نادي الزمالك ان الزمالك مش هيقدر يشارك في الكونفدرالية الموسم المقبل، بجانب ايضا يا جماعة ان كتير من الاندية الافريقية عندهم مشاكل مادية زي الزمالك، ولم تنطبق عليهم ال 13 شرط اللي حطاه الكاف. يعني الكاف طالب من نادي الزمالك شركة كورة، تكوين فريق نسائي، واكتر من شرط اخر. في الحقيقة يا جماعة كمان يعني تواردت انباء مهمة جدا عن اهتمام بعض الاندية القطرية والاماراتية بالقندوسي لاعب النادي الاهلي المعار لنادي سيراميكا كليوباترا. ماذا ستخبئ الايام القادمه للقندوسي؟ هل يستعيد النادي الاهلي رغم ان النادي الاهلي بيفكر في استخدام لاعبين اجانب اخرين؟ هنشوف ايه اللي هيحصل. في الحقيقه كمان يا جماعه يعني نادي الزمالك مهم جدا جدا ان هو يركز، وهتكون مفاجآت من العيار الثقيل ترقبوها الفترة القادمة. هل هيلعب ماتش سيراميكا كليوباترا ولا هل وهيقول كده يعني كفايانا خساير، ولا هل يفاجئ الجميع بعدم خوض اللقاء ويقول لك بقى انا مكمل معاكم ورايح الفيفا وهطربقها على الكل؟ ان شاء الله كل التوفيق والخير والدعم لنادينا الملك الحبيب في الفترة القادمة. عاش الملك العظيم وعاشت جماهير نادي الزمالك الوفية المخلصة. ما تنسوش يا جماعة، مهم جدا جدا، لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكم كل ما هو جديد. تحياتي وامنياتي القلبية لحضراتكم بكل الخير وبكل التوفيق. طبتم ودمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.